في أعماق الجبال حيث لا يصل إلا من كان قلبه شجاعا، وحيث تختبئ الأسرار التي دفنها الزمن تحت صمت الحجارة، يقف مجسم غريب الشكل، لا هو بحيوان حي ولا هو مجرد صخرة عابرة. إنه الضفدع التكنيزي، أحد أقدم الرموز التي حيرت الباحثين في علم الكنوز والدفائن منذ قرون طويلة. يبدو للعين أنه صخرة منحوتة بشكل طبيعي، لكن من يملك الخبرة في علم الإشارات يعلم أنه علامة مقصودة نقشها الأجداد القدماء بعناية ودقة مذهلة. فالضفدع في لغتهم القديمة لم يكن مجرد كائن حي، بل رمزاً للحياة الخفية والانتقال من العالم المائي إلى الأرض الصلبة، تماماً كما ينتقل الباحث من سطح الأرض إلى أعماقها بحثاً عن الكنوز المطمورة. الضفدع التكنيزي دائماً ما يكون مرتبطاً بالماء، قد تجده قرب نبع أو واد أو مجرى قديم، لأن القدماء آمنوا أن الضفدع حارس للكنز المائي، وأن الذهب غالباً ما يكون مدفوناً بالقرب من مصدر الحياة. لكن السر لا يتوقف هنا. اتجاه نظر الضفدع، وضعية جسده، وحتى شكل فمه أو قدميه، جميعها إشارات دقيقة يجب تفسيرها بعين الخبير. فإن كان الضفدع ينظر إلى الأعلى فهو يدل على كنز ملكي في مرتفع صخري، أما إن كان متجها نحو الأسفل فالموقع يكون تحت الصخرة نفسها أو في مدخل سرداب خفي. ويروى في كتب الباحثين عن حادثة وقعت قبل أكثر من 100 عام، حين اكتشف أحد القرويين صخرة على شكل ضفدع في منطقة جبلية نائية، ولسنوات ظنها الناس مجرد تشكيل طبيعي، حتى جاء رجل خبير في الإشارات القديمة وبدأ يقرأها كما تقرأ الكلمات على صفحة من التاريخ. وبعد الحفر الدقيق خلف الرأس مباشرة، تم العثور على باب حجري صغير يقود إلى غرفة مدفنية مغلقة، وفي داخلها تم العثور على مقتنيات ذهبية تعود لعصر لم يكن أحد يظن أنه مر من تلك الأرض. هكذا كان الضفدع في علم الكنوز والدفائن، ليس مجرد رمز بل حارسا صامتا للسر العظيم. فإذا صدف ضفدع حجريا في طريقك يوما ما، تأمل جيدا، فقد يكون أمامك باب إلى تاريخ مدفون منذ آلاف السنين. ولا تنسى أيها الباحث عن الحقيقة أن تدعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لتصلك كل أسرار الرموز التكنيزية القديمة. واكتب في التعليقات رأيك، هل تعتقد أن هذا الضفدع نحت من الطبيعة، أم أن الأيدي القديمة أرادت أن تترك خلفها رسالة غامضة؟